الحمد لله على التوفيق إلى الهداية وسلوك طريق أهل الدراية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله على ذلك في كل شيء آية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي له في الشرف الأعلى غاية وفي السؤدد أقصى نهاية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما استلزمت النهاية والبداية. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية، وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية منذ العصور الأولى حتى يومنا هذا. وما زلنا في قراءة أو قراءات للمقالات التي كتبت في الشبكة الإنترنت لمؤلفين وكتاب أريتريين عن اللغة العربية في إريتريا. وهذا مقال الدكتور بروفيسور جلال الدين محمد صالح بعنوان اللغة العربية في إريتريا بين المطالبة الشعبية والرفض الشعوبي. بالمطالبة الشعبية أي الشعب الإريتري يطالب باللغة العربية، والرفض الشعوبي هم الذين يكرهون اللغة العربية ويكرهون العرب، سواء كان في إريتريا أو في كل بقاع العالم. وإذا كان لا بد الاعتماد النظرية الألمانية، فإن اللغة التي يجب اعتمادها هي لغة ثقافة، لغة الحضارة، لغة الوجود الحضاري في مواجهة الحضارات الأخرى. فنحن عندما نلقن أطفالنا اللغة العربية أو اللغة لا نلقنهم الكلمات فقط، بل نلقنهم عبر هذه الكلمات تراثنا وثقافتنا وعقيدتنا وموقعنا في الصراع الأممي. هذه النظرية الألمانية. لذلك هم أي شخص لجأ إلى أوروبا أو في أي بلدة من بلاد أوروبا يبدأون بتعليم اللغة للاجئ أو للمهاجر. وإذن هذه نظرية ألمانية. يقول جلال الدين محمد صالح: والمسلمون في إريتريا لا يعرفون ثقافة ولا تراثا ولا حضارة ولا عقيدة غير الحضارة الإسلامية والتراث الإسلامي والثقافة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، ولا معنى للوطن في عقيدتهم إذا انتهكت فيه محرماتهم الثقافية، انتهكت فيه محرماتهم الثقافية والحضارية، ولا يربطهم بهذا التراث وهذه العقيدة غير اللغة العربية. وقد أجمعت عليها مشيئتهم وتكمن فيها مصلحتهم، مما يحتم عليهم نبذ سياسات التقسيم القومي، ولهم الحرية في أن يقبلوا ما يشاءون، لأن المسلمين في إريتريا جزء كبير من التركيبة السكانية في إريتريا، لهم الحق الرأي ولهم الديمقراطية كما يقولون، أن يقبلوا هذا وأن يرفضوا هذا. فإن المشيئة كما يرى رينان تجمع أقواما وتقيم دولا. وإن وحدة اللغة والأرض والعرق والتاريخ ليست إلا وسيلة تقارب وتقارب وتعارف. يعني اللغة هي وسيلة للتقارب وللتعارف، وبشكل طبيعي
وغير إرادي. أيضا فإنها تخلق لدى الإنسان مودة وحنانا لمن يقترب منهم ويعايشهم ويخاطبهم، والإسلام لا يرفض هذا الولاء الطبيعي، بل لا يعتبره من العصبية والقومية. وأما أن يجعل الإنسان هموم قومه ويهدف إلى تحقيق مصالحهم وحقوقهم العادلة، فذاك ما لا يرفضه الإسلام بل يدعو إليه، فالولاء للأسرة ثم للقبيلة ثم للقوم جميعا، ذلك يدعو إليه الإسلام، لكن شريطة أن يكون ولاء خاضعا لقيم الحق. ومن منطلق إنساني، ليس تعصب للقومية أو تعصب للغة أو تعصب للأسرة أو القبيلة. لذلك أما إذا تجاوز ذلك فتلك هي العصبية وهي القومية المرفوضة، يقول الدكتور جلال الدين محمد صالح. عنوان فرعي في هذا المقال بين اللغة العربية والقومية العربية، ويقول: والحركة الإسلامية في إصرارها على اللغة العربية تفصل تماما بين هذا المطلب الشرعي وبين التوجه الأيديولوجي للقومية العربية التي ظهرت أول ما ظهرت في بلاد الشام عام 1847 بإنشاء جمعية أدبية قليلة الأعضاء في بيروت في ظل رعاية أمريكية، طبعا لمحاربة اللغة العربية، وكانت نتيجة من نتائج البعثات التبشيرية الغربية، يعني هذه القومية العربية. وإن الذي أوحى فكرة تأسيس الجمعية كان رجلا يدعى إلياس من بلدة ذوق مكايل أو ذو مكايل، وكان أستاذا للغة الفرنسية يدرسها في الجامعة الأمريكية الكلية السورية الإنجيلية لطلاب صف يدعون لطلاب صف منهم فارس نمر وسليم عون وإبراهيم اليازجي وإبراهيم الحوراني ويعقوب صروف وشاهين. وكان الأستاذ هذا معجبا بمبادئ الثورة الفرنسية، لذلك هو بدأ بإنشاء هذه الرابطة والجمعية، جمعية القوميين العرب، وتمخذ عن هذا النشاط القومي ما عرف بالثورة العربية الكبرى على يد الشريف حسين بن علي الذي أعلن التمرد على العثمانيين، ونال إعجاب الجنرال البريطاني ألينبي الذي رفع خطابا إلى رئاسته شكر فيه الحسين ابن علي شريف، وهو شريف مكة، وهو الآن تتبع لهم الأردن، لأن الأردن هم من الحسين. والقوميون العرب يقدسون العروبة كتقديس الله سبحانه وتعالى أو أشد، ويقولون العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميون العرب. بعد ذلك تولى كبر ذلك ميشيل عفلق، وهو من مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، وهو يقول في مقالة له يعني: آمنت بالبعث
ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هو طبعا نصراني هو، لكن يحب العرب لأنه عربي، ويحب سيدنا خالد بن الوليد لأنه عربي، وهكذا يعني. فالقومية العربية أو إنشاء حزب البعث العربي أنشأه ميشيل عفلق. ويقول هذا الرجل: لكل أمة في مرحلة معينة من مراحل حياتها محرك أساسي يهز فيها انتباه الأمة وتكون مفصحة عن أعمق حاجاتها في مرحلة ما. فإذا نظرنا إلى العرب في الماضي وجدنا أن هذا المحرك الأساسي كان وقت ما عند ظهور الإسلام هو الدين، فقد قدر وحده على استثارة كوامن القوى في النفس العربية. أما اليوم فإن المحرك الأساسي في هذه المرحلة من حياتهم هي القومية العربية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد فاصل قصير. ما زلنا في قراءات للمقالات والتي كتبت عن اللغة العربية في التواصل الاجتماعي أو في الشبكة العنكبوتية كما يقولون. ووقفنا في كلام ميشيل عفلق، وبهذا يقول دكتور جلال الدين: وبهذا ترى الحركة الإسلامية في أريتريا أن القومية العربية بطرحها هذا وثن يعبد، والمسلمون في إريتريا يرفضون الطرح القومي العربي لتعارضه مع عقيدتهم الإسلامية. ويكفي أن القوميين العرب فشلوا فشلا ذريعا في تحقيق شعاراتهم، وتبادلوا تهم الخيانة والعمالة فيما بينهم. الحقيقة كما نشاهدها تقول لنا إن الشعب الأريتري يتكون من حيث انتمائه العقدي إلى كتلة مسلمة وأخرى مسيحية أو نصرانية، ومن حيث توزعها الجغرافي إلى كتلة المرتفعات والمنخفضات وسهول دنكاليا، ولكل كتلة همومها السياسية والثقافية والاقتصادية ومعاناتها وطموحاتها، ومن حيث ارتباطها الثقافي إلى الثقافة الإسلامية ولغتها العربية، وإلى ثقافات أخرى منها الثقافة المسيحية التجرينياوية ذات الجذور الحبشية، واللغة التجرينية، ومن حيث انتمائه القبلي إلى أكثر من قبيلة أو عشيرة. ويقول الدكتور جلال الدين: ولا أدري كيف يمكن أن يقنعنا السياسي بحوار عقلاني متزن بعيد عن السباب والمهاترات والاتهامات الباطلة والساذجة في آن واحد بأن الشعب الإريتري كله كتلة واحدة على قلب رجل واحد. لذلك أخرج شعار: حادي حزبي حادي لبي. حادي حزبي يعني شعب واحد وقلب في قلب واحد، كما هو شعار الجبهة الشعبية. ويقول لنا لب وحزبي
ما هذا إلا كلام ديمقراطي أزعجنا به الإثيوبيون من قبل، بأن الشعب الإثيوبي كله بما فيه إريتريا كتلة واحدة. كان يقولون هكذا الاستعمار الإثيوبي حينما كان يسيطر على إريتريا، كان يقول كل الإثيوبيين بما فيهم دولة إريتريا هي على قلب واحد واحد شعب واحد هكذا. طبعا هذا الشعار فضفاض يعني. طيب، أزعجنا به الإثيوبيون من قبل بأن الشعب الإثيوبي كله بما فيه إريتريا كتلة واحدة تلتقي حول قيادة ملك واحد وهو هايلي سلاسي، ولغة واحدة هي الأمهرية. ومن يقول بغير هذا إنما هو خائن متمرد يريد تمزيق الشعب الإثيوبي والتلاعب بوحدته وثقافته وولائه السياسي. هذه طبعا نظرية هايلي سلاسي قبل استقلال وتحرير إريتريا عن إثيوبيا، ولكن نفس هذه النظرية كررت بعد استقلال وتحرير إريتريا، وهو شعار فضفاض كما قلنا. طيب، ولا يستحق إلا العقوبة الرادعة الذي يخالف هذا الشعار شعب واحد في قلب واحد أو في قلب رجل واحد. ومن ثم كان الاتهام الإثيوبي للشعب الإريتري وثورته بالخيانة وتمزيق وحدة الشعب الإثيوبي، هكذا كان يقولون الشفتة ومتمردين للحركة الإريترية أو جبهة التحرير الإريترية حينما انطلقت عام 1961، وكان يطلق عليها إن هي جاءت بمؤامرة خارجية لتمزيق إثيوبيا أو وحدة الشعب الإثيوبي بما فيه إريتريا، الأمر الذي ترتب عليه شن حرب ظالمة على شعبنا الإريتري مدة 30 عاما. فهل هو التاريخ يعيد نفسه بصورة أخرى؟ يسأل الدكتور جلال الدين. نفس الشعار كان موجود في إثيوبيا، وبعد استقلال وتحرير إريتريا نفس الشعار رفع، والذي يخالف هذا الشعار فهو متمرد وخائن. وشكل آخر أم ماذا؟ هذا سؤال كل يجيبه على حسب طريقته. إذن انتقد إدريس أبعري أو أبو عري، وهو من كوادر النظام وكوادر الجبهة الشعبية في الميدان قبل التحرير، وهو كاتب في جريدة إريتريا الحديثة، فكتب في عدد 19 تاريخ 14/10 عام 2000: أولئك الذين يستخدمون الألفاظ النابئة والجارحة في مناقشة مخالفيه في مسألة التعليم بلغة الأم، فقال: هل من الموضوعية وصف من يقول بعدم نجاحها يعني التعليم بلغة الأم بالمأجور وفاقد الهوية؟ طبعا انتقد وبعده راحت عليه كما يقولون، ما زال قابعا في السجن. يعني مجرد رأي، قال مجرد رأي، لأنه خالف الشعار إنه هو جاء لتمزيق شعب الإريتري، وكان عقابه حتى الآن ما زال قابعا في سجون الحكومة. إذن طبعا نحن نتفق معه. هذا يقول دكتور جلال الدين، قال نتفق مع إدريس هذا الكادر وكل العقلاء أن هذا ليس من الموضوعية. وحقيقة التعليم بلغة الأم فشل ذريعة، وأنا من الحاضرين في ذاك الوقت سنة عام 1996 97 98. أنا كنت هناك مدرس في معهد مصوع، وكنا ندرس باللغة العربية، بينما
بعد المدارس كانت تدرس بلغة الأم، فكانت النتيجة النهائية في كل سنة أن هذه المدارس التي تدرس بلهجات الأم كانت نتيجتها صفرا. وهكذا يقول. لكن حينما تناقش يقول لك أنت مأجور وفاقد الهوية الإريترية. فإذا يقول طبعا نحن نتفق مع إدريس وكل العقلاء أن هذا ليس من الموضوعية، ولكن أيضا ليس من الموضوعية أن يلام الزوار على الرقص والتصفيق إذا قام رب البيت بالضف ضاربة. هكذا يقول دكتور جلال الدين. فقديما قيل عندما تكون في رومة تصرف كما يتصرف الرومان، عندما تكون في روما تصرف كما يتصرف الرومان، فإن تلك الألفاظ النابية غير الموضوعية تفوه بها الرئيس ونقلتها صحافته الرسمية ليتأثر بها حاملو أفكاره وقناعاته ويعكسوها في مخاطباتهم ومحاوراتهم مع الآخر. فأي فرق نجد يا أبعري بين قول الرئيس ومن لديه أزمة هوية الذي يطالب باللغة العربية وعدم تدريس باللهجات، وبين قول هذا الكادر الذي وصف مخالفة بين فاقد الهوية والمأجور؟ يقول أحد حضور الندوة التي نشرت في جريدة النبض، هذه جريدة شبيبة اتحاد الشبيبة للجبهة الشعبية، ونشرت وقائعها في أسمرة تحت عنوان لغة الأم ما بين التنظير والخيار في العدد 105 مارس عام 2001، ردا على ما قاله مسؤول التعليم العام تسفي ميكائيل جرهته من أن هناك رؤية خاطئة في ربط اللغة بالسلطة. يقول أنا أقول لا يوجد أي خطأ في هذه الرؤية، وهو كلام صحيح، لأنك لو ذهبت إلى أي مرفق من مرافق الدولة إذا لم تتحدث بالتجرينية لا تجد حتى من يرد عليك. إذا ما الداعي في تدريس الطلاب بلهجاتهم أو بلغاتهم المحلية، بينما حينما يتخرجون لا يجدون من يرد عليهم بلغتهم؟ لذلك أن يكون التعليم للطلاب محايدا، أن تدرس المدارس إما باللغة التجرينية أو باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بالثلاث. هكذا طرح في النقاش. إذن وهذه شهادة من الداخل تؤكد علاقة اللغة بالسلطة. يعني هذا الموضوع فرض سلطويا ولم يكن هنالك تنظير ووجهات نظر. وكيف أن رجل التجرينية استحوذ على كل مقاعد السلطة عندما جعل من لغته عمليا لغة الدولة الرسمية. من لا يجيدها لا يشق طريقه إلى دواوين الحكم والإدارة، بل لا يجد من يتفاهم معه أو يتفهم طلبه. فماذا بعد هذا من شواهد عملية تكشف الحقيقة كما هي عارية؟ جاء في التقرير، يقول الدكتور جلال الدين محمد صالح، جاء في التقرير السياسي للجبهة الشعبية المصادق عليه في المؤتمر الثاني يوم 11 مارس 1987 طبعا قبل تحرير إريتريا. يجب الإشارة إلى أن القوى المفلسة تلجأ باستمرار إلى استخدام اللغة كعامل تستغله لأهداف غير خفية.
يقصد جبهة تحرير إريتريا، ومن خلال اتهام الجبهة الشعبية بمعاداة اللغة العربية وفرض التجرينية. وتستهدف هذه المحاولة إثارة النعرات الطائفية وعزل الجبهة الشعبية. كتب الملحق العسكري في السفارة اليمنية بالسودان والباحث في العلاقات اليمنية الإثيوبية اسمه قائد محمد العنسي يقول: اتفق المؤرخون الأوروبيون والعرب وغيرهم أن الحبشة هم يمنيون في الأصل، وهنا أنقل شيئا من كثير من ذلك، حيث قال تيلف نولسون في فصل بكتاب التاريخ العربي القديم، قال: ليس الساميون الذين خلفوا لنا في بلاد الحبشة آثارا أو أدبا أو الذين ما زالوا حتى اليوم يقيمون في البلاد هم العنصر الأصلي. مشاهدي الكرام، إلى حلقة جديدة أستودعكم الله، وإلى أن نلتقي مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.